السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في قناة خوكم رجاء وفلسطين. اليوم غادي ندويو ما قبل المباراة اللي غادي نتحدثوا على ماتش الرجاء ويعقوب المنصور. قبل ما نبداو الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم غادي نهضروا على ماتش الرجاء ويعقوب المنصور اللي غادي يكون نهار الخميس مساء في الجولة 25 من البطولة في ملعب الأولمبي بالرباط. نظرة على خصم يعقوب المنصور في مؤخرة الترتيب برصيد 23 نقطة يحتل المركز 15. رجع برباح من اسفي، يعني راجعين بمعنويات كبيرة. وكذلك باش يربحوا ماتش الرجاء وحيدوا من داك الضغط اللي عليهم. فيما الرجاء اللي كذلك في منعرج خطير من البطولة في مقدمة الترتيب، مرتبة الثالثة عندها 49 نقطة. منافسة فتى مع المغرب الفاسي. المغرب الفاسي اللي عندنا ماتش ضد الوداد والمنافسين المباشرين ديالنا بركان وليفار لاعبين ضد بعضياتهم في الجولة 27 كذلك في نفس التوقيت. غادي يكون ماتش صعيب على الفريق بثلاثة. الراجل اللي لعب ضد فريق مؤخرة الترتيب اللي باغي يضمن البقاء في الدوري، واما الفرق الاخرى بغات الوداد وفاس باغيين فاس كتنافس على البطولة، الوداد باغا ترجع الهيمنة. فيما بركان وليفار اللي ضاغطين باش ينافسوا على البطولة. فما الرجاء اللي كانت شي نتيجة ما افضل الرجاء، يعني كتضرب من التحت، يعني بغا تربح اي ماتش تجي قدام. هاد جوج ماتشات اي نتيجة كانت فيهم راه مزيانة الرجاء، ولكن حنا كرجاويين خاصنا نربحوا اول حاجة الماتش ديالنا عاد باش نشوفوا الماتشات الاخرين. نرجعوا الرجاء رجعت الخدمات كل من المقدم بعد نهاية العقوبة والنفاتي بعد شفائه من الإصابة. فما الغيابات ساخو بولكسوت اللي ما عرفناش واش عنده واش باقي مصاب ولا برا من الإصابة. فيما ساخو خد بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام نادي المتنسي بعد تسجيل الهدف. نحط تشكيلة متوقعة نادي الرجاء الرياضي. في الشبكة العلوي خماس مقدم خفيف العملود. خماس علاش حطيتش في بلاصة بعدي واضح، كونتي برقو بوغرين بيصار. ما حطيتش مكعاسي لانه كنشوفو انا كنعطي اللعب كي كريتيكي اللاعبين ديالنا لاعب ديفونسيف اكثر من اوفونسيف. فيما كونتي اللي كيقدر انه يطلق باسات في طوال يقدر يبين لك، وكذلك حتى في استرجاع الكره، يعني لاعب بدني قوي. برقو بوغرين بيصار. فتح ماتيوس اللي كي بينو مستوى كبير وجميل. والى هنا الاخوان وصلنا النهايه. خلونا الاراء ديالكم في الكومنتات وديروا لايك ابوني وشاركوا في القناه. ان شاء الله.